السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة إن شاء الله جايبة لكم فيديو جديد. أنا غبت عليكم شوية بس بغيب بجيب لكم حاجات معايا كويسة ولها قيمة. وقبل يا جماعة قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على النبي. جايبة لكم النهارده معانا إيه؟ إن شاء الله عملة الملين. وتعالى نشوف الملين ده حكايته إيه معانا، وكل عملة ولها حكايتها. الملين بتاعنا بيتكلم عن إيه يا جماعة؟ يا رب أي حاجة أقدمها لكم تعجب. الفيديو النهارده بتاعنا بيتكلم عن إيه؟ عن العملة بتاعتنا اللي هي الملين. الملين ده يا جماعة كل ملين وله السنة بتاعته وحكايته. ما تيجي نشوف انواع الملين اللي معانا، وجايبه لكم من سنة كام. يلا نبدا ونسمي الله. اول ملين معانا مكتوب عليها ايه؟ المملكه المصريه. سنه كام؟ 1938. ده اسمه الملين، ده الملين النحاس الاحمر كمان يا جماعه. فاهم منه انواع يا جماعه الملين معانا. جايب لكم كذا نوع مش نوع واحد بس من انواع الملين. يا رب يعجبكم ان شاء الله. تعالى يا جماعه نشوف الظهر بتاعنا فيه ايه. عليه اول حاجه صوره الملك، ومكتوب في الجنب فاروق الاول. في الجنب الثاني مكتوب ايه؟ ملك مصر. ده بالنسبه للملين اللي هو الاحمر يا جماعه. تعالى نشوف الملين الثاني سنه كام. الملينات اللي انا جايبها لكم دي كلها على ايام الملك، مكتوب عليه من فوق المملكه المصريه. ايام مصر كانت مملكه. سنه كام؟ 1945. لما تيجي تشوف الظهر مرسوم على ايه؟ يا ترى صوره الملك ولا غير؟ عشان في فرق من السنين من الثلاثينات للاربعينات. ما تيجي نشوف مع بعض. عليه صوره الملك. شكل الملك كان بيحب صورته قوي لدرجه كان بيحطها على العملات كمان. شيء كويس، واحد بيحتز بنفسه لدرجه اللي هو بيحط صورته على العمله. مكتوب برده عليها ايه؟ فاروق الاول. وفي الجنب ملك مصر. تيجي بقى يا جماعه نبص الملين بعد كده، بعد السنين ده ايه اللي حصل؟ يا ترى اتغير؟ يا ترى قل في الحجم؟ يا ترى زاد؟ يا ترى الدنيا بتاعته ايه وصلت لفين؟ تعالى يا جماعه شوف بقى الملينات الثانيه يا جماعه ايه الفرق بيناتها بندي وبندي. السنين الفتره قد ايه على ما جبنا الملين الثاني. شفت وصلت لدرجه يعني يا دوبك انت تشوفها بالميكروسكوب حاجه قليله جدا جدا، وعين خفيف جدا كمان. تبقى عينه غير الاولاني خالص. بص كده شوف ده الحجم بتاعه قد ايه وشقه قد ايه. فرق، في فرق جامد جدا بين ده وبين ده. تعالى نشوف ايه الملين ده سنه كام. احنا لسه في الملين اللي هو النحاس سنه 1960. مكتوب بقى على ايه؟ الله ده كلام مختلف خالص يا جماعه. في الاول كان مملكه، امال دلوقتي مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليه الجمهوريه العربيه المتحده. كلام مختلف خالص 180 درجه من مملكه لجمهوريه. ومش اي جمهوريه، ده الجمهوريه العربيه المتحده. فاكرين طبعا كان مكتوب متحده ليه؟ اللي دارس التاريخ عارف الكلمه دي كويس. مفيش حد فينا ما درس تاريخ. تعالى بقى نبص على الظهر بتاعه مكتوب عليها ايه؟ النسر بتاعنا الجميل منور الدنيا كلها عليه صوره النسر. الدنيا اتغيرت، حط عليه النسر من ايام احنا كانت مملكه، مصر كانت مملكه واصبحت جمهوريه. طبعا النسر اتحط على العمله الوقت ده. تعالى بقى نشوف الدنيا وصلت الملين وصل معانا لحد فين. يا ترى اتلغى ولا لسه موجود؟ تعالى نروح احنا للملين لحد فين بقى. مكتوب عليه بقى ايه؟ مكتوب عليه الجمهوريه المصريه العربيه. الدنيا اختلفت برضه معانا. الجمهوريه العربيه المصريه مكتوب عليها يا جماعه ايه؟ جمهوريه مصر العربيه. سنه كام بقى ده؟ 1972. احنا بقى ما شاء الله معانا الملين وصل معانا للسبعينات كمان. ده دليل الملين له اصلا قيمه. ده ملوش قيمه كان ما وصلش معانا للسبعينات كمان. صحيح زمان وخير زمان، الله يرحم زمان وايام زمان. الدليل هو كان ليه مكانه، كان ليه قيمه، ودليل هو كان بيجيب حاجه كده. النهارده انا اتكلم عن واحد ملين، ما قلت لكم هغيب واجيب لكم برده حاجه لها قيمه ومن الزمن الجميل. وما اسكتش على كده كمان. النهارده نشوف الظهر بتاعه فيه ايه. فيه النسر بتاعنا برده بس بشكل تاني. اللي بالك فيه 2 نسر. النسر يا جماعه الشكل اختلف خالص. ده نسر وده نسر بس ده اختلف عن ده. ده بالنسبه للملين، ده الملين ده بالنسبه للفضه، وده بالنسبه للنحاس. ده الملين النحاس وده الملين. وجايز انتوا شايفين الفرق بين ده وبين ده، وشايفين في الحجم كمان. ده بالنسبه للملين بتاعنا. شفتوا الحجم قد ايه؟ في فرق طبعا. وانت حتى لو حد عنده ملين، عنده حد من العيله عنده حضر الملين يا جماعه، لو في حد عنده حضر الملين ممكن هيسالوا الملين ده كان بيجيب ايه زمان، وهيقول له الملين ده كان له قيمه ولا ملوش قيمه. يمكن ملين له قيمه. اذا انا زمان كان له قيمه والنهارده له قيمه. انا اي حد فينا بيروح يشتري عمله قديمه لها قيمه وقيمتها غاليه جدا جدا مش رخيصه. يا جماعه اللي عنده العملات القديمه كلها لها قيمه ما يفرش فيها. العملات ديت مش رخيصه. زمان كان لها قيمه والنهارده لها قيمه. اللي عنده ملين، عنده جنيه، عنده اي، مهما قعدت كان نتكلم عن العملات القديمه اقول لكم لا العملات دي لها قيمه كويسه جدا. كان حد عنده الملين او الجنيه او اي عمله من العملات القديمه يحافظ عليها عشان هي مش رخيصه، هي غاليه. يا رب الفيديو بتاعنا لو عجبكم الاشتراك، زر الجرس، واللايكات بتاعتكم الجميله جدا جدا. لايكاتكم واشتراكاتكم هي تخليني كل مره بدور واجيب لكم الجديد ان شاء الله، واقدم لكم كل حاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.